أشعل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك تفاعلا عبر منصة إكس برد على سؤال لإحدى مستخدمات منصة إكس فيما يتعلق سيدة تدعى أنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك. وقالت مستخدمة عبر منصة إكس: مساء الفل يا ابن الغالي، عندي استفسار يا أستاذ علاء، ليه مش بتتخذ إجراء ضد المدعية أنها ابنة الرئيس مبارك؟ أنا بشوفها من زمان ومستغربة ليه مش بتقضيها، دي بتشوه سمعة الرئيس مبارك الله يرحمه ويغفر له. وردا على ذلك التساؤل قال علاء مبارك: مساء الخير على حضرتك أستاذة نجلاء، الكلام الفارغ ده لا يستحق الرد ولا له أي أهمية. وأردف نجل الرئيس المصري الراحل قائلا: ومش كل واحد يطلع يقول كلام فارغ نديله اهتمام، تحياتي لحضرتك. لتقول المستخدمة ردا على ذلك: أنا مع حضرتك إن كلامها فارغ، بس الهوجة اللي هي عملتها اليومين دول مضايقاني، كل ما يقولوا بنت مبارك بيستفزني، زج اسم الرئيس ربنا يرحمه ويغفر له ولازم يتوضع لها حد، تحياتي لحضرتك. وأردفت في أنباء: الحمد لله اتقبض عليها حسب قولها.